الناس كتير بتفكر ان تغيير العالم ده حاجه بتحصل بس لما تبقى دكتور كبير او عالم او واحد عنده شركه عالميه. بس الحقيقه ان العالم بيتغير كل يوم على ايد ناس عاديه كتير جدا. ناس بتشتغل كل يوم من غير ما تصور انها بتعمل فرق. ايوه، لو انت بتشتغل وبتقوم بدورك حتى لو في شغل بسيط فانت جزء من التغييرات، حتى لو مفيش كاميرات، حتى لو محدش بيقول لك برافو، حتى لو مرتبك مش كبير. الشغل بحد ذاته ليه قيمه، واللي بيشتغل بضمير بيغير الدنيا حواليه. خليني اقول لك حاجه، في عامل بينظف او بيمسح ارضيه، هو مش بس بينظف، هو بيخلي المكان مريح وامن ومترتب، وبيخلي الموظفين يشتغلوا في بيئه تليق بيهم. لو في حد شغال سواق تاكسي، هو مش مجرد سواق، هو بيساعد ام تلحق ابنها في المدرسه، بيساعد موظف ما يتاخرش، بيساعد مريض يروح المستشفى، حتى لو اللي واقف على الكاشير بيحسب بسرعه وبابتسامه. هو مش بيعد فلوس، هو بيحسن تجربه الزبون وبيخلي الناس تمشي وهي مرتاحه. المشكله اننا بنقارن نفسنا باللي ليه مكتب فخم او عنده شركه، وننسى ان كل واحد فينا عنده اثر، بس الاثر ده مش دايما بيبقى ظاهر. بس الحقيقه ربنا بيشوف النيه وبيشوف التعب، وكل تعب بيترد. انا عايزك تفكر في شغلك بطريقه مختلفه. اسال نفسك، مين بيستفيد من اللي انا بعمله؟ مين بيغير يومه بسبب دوري؟ حتى لو كان حاجه صغيره جدا، اكيد هتلاقي سبب. وصدقني لما تبدا تبص على شغلك من الزاويه دي هتحس بقيمه اكتر، وهتشتغل بحب اكتر، وهتحترم نفسك اكتر. وعلى فكره مش لازم تكون بتحب شغلك علشان تحترمه، لكن لما تحترمه هتعرف تلاقي فيه معنى، والمعنى هو اللي بيخليك تكمل من غير ما تنهار. الشغل مش عقوبه، الشغل رساله، لو اشتغلتها صح هتسيب اثر كبير. اخر الفيديو ده يا صديقي عايز اقول لك جمله واحده مهمه جدا: ما تقللش من نفسك ولا من اللي انت بتعمله، لان ممكن تكون سبب في تغيير يوم حد او حتى تغيير حياته. بجد ممكن تكون سبب في تغيير حياه حد. والناس اللي بتغير العالم مش هم دايما اللي بيتصوروا، هم اللي بيشتغلوا بضمير، واغلبهم ما بيبقاش باين في الصوره. لو الفيديو ده حسسك بقيمه شغلك ابعته لحد بيشتغل بصمت ويستاهل يسمع الكلمه دي، واكتب لي في الكومنتات ايه اكتر حاجه بتحسسك ان انت بتغير الناس من حواليك وتحببك في شغلك. يمكن نكتشف حاجه مع بعض، يمكن نعرف ازاي العالم بيتغير على ايدينا واحنا مش واخدين بالنا. ما تنساش تشترك في القناه وتعمل سبسكرايب.